السلام عليكم ومرحبا بكم ديما في القناة مع الشاف دحمان للطبخ. ان شاء الله كامل تكونوا ملاح وبصحة جيدة. كما عودناكم دايما مع الوصفات، وكما شفتوا في العنوان اليوم راح نديروا حساء العدس الاحمر التركي بطريقة رائعة، وراح نرافقوه بوراك تاع البطاطا خفيف ظريف، وصفة جزائرية 100%. قبل ما نبداو الفيديو ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. هكذا مباشرة راح نعرفكم على مقادير الوصفة وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. هنا في المقادير تاع وصفة حساء العدس واش راح نحتاجو: 250 غرام عدس حمر، حبة بصل، 3 حبات زرودية، حبة طوماطيش تكون كبيرة، شوية زيت، كريم فريش عندي 100 مليلتر، قطعة تاع الفرماج، طماطم مصبرة حوالي ملعقة كبيرة، هنا عندنا شوية حشيش مقطع، 3 فصوص تاع الثوم، 2 وريقات تاع الرند. بالنسبة للتوابل نحتاجو فلفل عكري، فلفل كحل، شوية كمون وشوية قزبر، ونحتاجو معاهم الملح. راكو تشوفوا هنا بالنسبة للوصفة تاع البوراك عندي 3 حبات بطاطا كنت قطعتهم مربعات صغار، نضيف عليهم الملح، فلفل كحل، 2 فصوص تاع الثوم، نعمرو الماء حتى نغطيو كامل البطاطا، نضيفو عليها شوية زيت، نحطوهم يغلو. بالنسبة لي زانغريديون اللي راح نكملوهم مع البوراك راح تشوفوهم من بعد ان شاء الله. بسم الله على بركة الله. كيما راكو تشوفوا هنا بعد ما حطيت البطاطا تاعي راهي تغلي مباشرة نجو نطلعوا لاصوب تاعنا. اول حاجة نحطوا المرميطة تاعنا ونضيفوا عليها 2 ملاعق تاع الزيت. هكذا نخلو الزيت تاعنا تسخن. راكو تشوفوا هنا بعد ما نشوف الزيت تاعي سخن اول حاجة راح نحطوا البصل والزرودية، نضيفوا عليهم 3 فصوص تاع الثوم و2 وريقات تاع الرند، ونخلوهم يتقلاو شويه. تشوفوا هنا بعد ما خلينا الزروديه والبصل تقلاو مليح راح نزيدو نضيفوا عليهم الطماطم وشويه تاع الحشيش اللي كنا قطعناهم، نزيدو نضيفوا الملعقه تاع طماطم مصبره، راح نضيفوا الملح والتوابل. هنا حطيت فلفل عكري، نزيدو نضيفو فلفل كحل، كمون والقزبر. هنا بعد ما حطيت كامل المكونات راح نقلوهم شويه، نخلطوهم مليح ونخلوهم يتقلاو. خلينا الخضرات تاعنا تقلات مليح بطريقه جيده، مباشره نجو نمرقو. كيما راكم تشوفوا انا هنا استعملت 2 رواتل تاع الماء. واش راح نضيفو عليهم: مكعب تاع جامبو دجاج، ونخلو لاصوب تاعنا تغلي. كيما راكو تشوفوا هنا بعد ما خليت لاصوب تاعي غلات حوالي 20 دقيقه ونشوفوا الخضرات تاعنا بدا يدخل لها الطياب، مباشره راح نجيبوا العدس تاعنا اللي قلت لكم 250 غرام وندفقوه كامل. هنا راح نحركوه بطريقه جيده، نعاودو نغطوه العدس تاعنا ونزيدو نخلوه يطيب حوالي 20 دقيقه. بالنسبه للبطاطا تاع البوراك راهي واجده، طفيت عليها، نروح نصفيها وراح نشوفوا واش راح نزيدو لافارس تاع البوراك تاعنا. تبعوا معنا. اذا هذه هي البطاطا تاعي بعد ما صفيتها اللي راح نديرو بها البوراك. واش راح نضيفو عليها: هنا عندنا خليط فيه شويه زيتون كوبي، شويه بصل، شويه معدنوس، نزيدو نضيف عليهم قطعه تاع فروماج بلون، حبه بيض، وشويه تاع لا كريم فريش. مباشرة نعبزو كامل البطاطا تاعنا بطريقة جيدة ورائعة. هنا نكملها ليه ونعاود نوليه. الله على بركة الله. كيما راكو تشوفوا هنا هاي ليك لابوم دو تير تاعي بعد ما عبزتها طريقة جيدة رائعة. البوراك راح يجي خفيف ظريف، ما نستعملو لا فيونداشي لا بولي لا طون، وصفة تقليدية 100%. هنا راح نحتاجو ورق تاع ديول، وهنا عندنا غيراء اللي نلصقو به البوراك تاعنا. واش نحتاجو فيه: ملعقة تاع فرينة، ونضيفو قليل تاع الماء ونحركو مليح. كيما راكو تشوفوا يخرج بهذا القوام ونلصقوا البوراك تاعنا. تبعوا معنا كيفاش نديكوريو حبه. بسم الله. هنا راح نجيب الكميه تاع البطاطا، كل واحد يدير الكميه اللي يحبها هو. كيما راكو تشوفوا هنا نغلقوا البوراكه تاعنا بهذه الطريقه. نجيب الغراء تاعي ونبداو نروليو البوراك تاعنا، وماذا بكم تزيروا عليه لو ماكسيموم باش البوراك يخرج بنتيجه رائعه وجيده. هنا راح نكمل كامل الحبيبات ونعاود نولي.
كتشوفوا ها البوراك تاعي بعد ما وجدته بطريقه جيده ورائعه. بالنسبه لاكونتيتي انا كنت عمرتهم شويه كبار كما راكم تشوفوا خرجوا كبار. وبالنسبه لافارس ماذا بكم تخلوها تبرد مليح باش ما تعذبكمش عندما ترولي البوراك تاعكم. هنا البوراك تاعنا راه واجد، راح نضربوا طلع لاصوب تاعنا. بعد ما خلينا لاصوب تاعنا زاد طابت 20 دقيقه كما راكم تشوفوا. هنا العدس تاعي راهو طايب الله الله. الخضره تاعنا راهي طايبه. مباشره نطفيو الفرن، نضيفو قطعه تاع فروماج بلون وكريم فريش كما قلت لكم 100 مليلتر. هنا لاصوب تاعنا راهي واجده بطريقه جيده ورائعه. نغطوها ونخلوها ترتاح حوالي ربع ساعه باش نروحو نرحوها. على بركه الله كما راكم تشوفوا هاي لاصوب تاعنا بعد ما خليناها ارتاحت ربع ساعه مباشره نجيبو الميكسور تاعنا ونجو نرحوها. بالنسبه للبوراك انا المقله تاعي راهي تسخن، نديه يطيب ونجو نرحو لاصوب تاعنا على بركه الله. كما راكم تشوفوا هاي لاصوب تاعنا بطريقه جيده ورائعه بعد ما ميكسيتها مليح. هاي لاصوب تاعنا عندها قوام الله الله ما شاء الله. للتذكير فقط هذوك الزوج وريقات تاع الرند قبل ما تبداو تميكسيو ماذا بكم تنحوهم. البوراك تاعي راهو واجد وطايب. هنا مباشره نروحوا الى طريقه التقديم. كما راكم تشوفوا هنا هذه النتيجه النهائيه وهذه هي طريقه التقديم. حساء العدس الأحمر التركي بطريقة خفيفة ظريفة ورائعة وبوراك جزائري 100%. كما راكم تشوفوا القوام تاع الحساء طريقة جيدة ورائعة. وبالنسبة للبوراك يقرمش الله الله ولا فرص تاعنا بزاف بنينة وطرية بطريقة جيدة. ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم والطريقة تكون عجبتكم. هنا ما بقينا نقول لكم غير بقاو على خير وتهلاو في رواحتكم. الى اللقاء مع وصفات جديدة. سلام.